السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة دخولنا سنة 2024 قررت أن أجول حول الحارة الذي أنا ساكن فيها. أسأل الأطفال صغار وكبار، أسألهم يعني أيش تمنياتهم في عامنا هذا الجديد، وأيش يتمنوا لغزة وفلسطين. فتابعونا للأخير. السلام عليكم. الآن نبدأ من عند أصي. يا أصي، ايش تتمنى في مناسبة قدومنا سنة 2024؟ ايش تتمنى لغزة والأقصى وفلسطين؟ ايش تتمنى لهم؟ وايش تتوقع في هذه السنة؟ ايش تتوقع ايش يحصل؟ طبعا ان شاء الله يجي الخير والنصر وفلسطين وغزة، وننتصر على العدو العمياني كامل، بس نتحرر ان شاء الله من لسانك للسماء، ان شاء الله انه بنصر الأقصى ان شاء الله سنقول خير. يلا خاطرك. فالآن وصلنا لعند رعد، والآن نريد أن نسأله. يقول لا ايش يتوقع في هذه سنة 2024؟ اليوم أول يوم في سنة 2024. ايش تتوقع يا رعد؟ وايش توقعك لفلسطين وغزة والقدس؟ الخير والقدس وفلسطين. كيف يعني؟ ايش تقصد؟ وضح للمتابعين. يعني تتوقع أن نصر القدس قريب ولا ايش تتوقع عنه؟ ايوه، نصر القدس قريب اتوقع عنه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله دعواتكم، وان شاء الله من لسانك الى السماء ان شاء الله يستجيب. الان وصلنا لعند مسعود. هذا طبعا هو اخي مسعود. بمناسبة دخولنا 2024 ايش تتوقع على هذه السنة؟ نتوقع ان شاء الله تجي الخير والبركة، وان شاء الله تنتصر فلسطين وننتصر كل الدول الإسلامية، وان شاء الله هؤلاء اليهود يخسروا، وان شاء الله ننتصر احنا وينتصر الأقصى يا رب يا ارحم الراحمين. ان شاء الله. ان شاء الله دعواتكم.